السلام عليكم وهي العائله والفاميلا. انا رجعت لكم مع فيديو جديد. والله العظيم الا كنت خدام لواحد الفيديو اخر حتى شويه وانا كنسمع الاخبار ديال ايمن سنيبي قال لك بلي راه ولا بخير ولا خير، وهذا الشيء هذا فرحني بزاف وخليني ندير عليه الفيديو هذا باش نفرح المتابعين ديالي. من بعد ما كنا خايفين عليه مسكين وبقى فينا لا هو ولا والدي هذاك الشيء اللي كان طرا ليه، ودابا قال لك السيد راه تعافى ومازال كيتعافى والحمد لله. السيد ولا بخير ولا خير. هو بيدو الصراحه بهذا الشيء هذا في القناه ديالو ايمن سنيباي، وهاكو سمعوا شنو قال ايمن. الوالده وصلت لي الرسائل ديالكم كاملين، كنبغي نطلب منكم السماحه وفي نفس الوقت كنبغي نبوس لكم كاملين راسكم في هذه اللقطه هذه. الحمد لله رب العالمين. كما كتشوفوا انا كنهضر معكم عادي، نتمنى اي واحد تشوفوه في الزنقه غادي كيتمشى كيبقى يشوف في يديه ولا كيهضر مع راسو ولا شي حاجه، ما تلوموش مسكين، راه عايش في حلمه، عايش وسط الوهم. خوكم دخل لذاك العالم وخرج منه الحمد لله. دابا الخوت السؤال اللي كيسولو كلشي هو هاد ايمن شكون هو وشنو كان طاري ليه وكيفاش تا كان في ديك الحاله وكي دار تخرج منها ولا بخير ولا خير، واش الفيديوهات اللي كان كيدير ديال الجين والرعب كان عندهم تاثير باش ولا خونا هكاك ولا في ديك الحاله ولا شي حاجه اخرى، زعما يمكن شي مشكل نفساني طرا ليه ولا شي توكال شي واحد وكل شي حاجه، او لا يمكن خونا كما الحشيش ولا شي لعبه ما نعرف. هادشي هذا كامل غادي نعرفوا في هذا الفيديو. تابعوا معنا حتى الاخير. يلا يا اخوان نبداو على بركه الله. بسم الله. كيف ما راكم عارفين الخوت والعشران والعائله، ايمن سنيباي واحد يوتيوبر اللي معروف اللي عنده سميتو في السوق وخونا معروف وهارب في المحتوى ديالو بزاف، كيدير داكشي ناضي كناضي، كان كيدير محتوى متنوع وبجوده عاليه. ايمن سنيباي بدا في يوتيوب سنه 2016 والمحتوى اللي كان كيدير هو داكشي ديال الجيمنج، واحد شويه هو يقلب المحتوى وبدا كيميل داكشي ديال الالعاب ديال الرعب واللعيبات. واحده من ابرز الالعاب اللي دار واللي كان دار بها بوم ولا معروف بها في المغرب كامل والعالم العربي كامل، كانوا عنده بزاف ديال المتابعين، هي لعبه سميتها مريم، هي داكشي ديال شد حك حك عاد من وراها ولا كيدير التحديات ديال الاستدعاء ديال صحاب الوقت، يعني داكشي ديال الدم والخطوط الحمراء والبيضاء وما الى ذلك. المهم السيد كان مرونه تروان، بقى غادي في هذا المحتوى واحد المده طويله وقدر يوصل بزاف ديال لي زابوني والمشاهدات، ما كاين غير 2 المليون 3 المليون 4 المليون. في كل مره ايمن كان كيطلع النيفو ديال المحتوى ديالو بحيث ولا كيمشي لشي بلايص ماجورين وخطيرين وماشي ديال الله. في الاول بدا غير في قنيطره، شويه في المغرب كامل، شويه في ما بان ليه البلان كيمشي، وايمن بقى في هذا المحتوى لمده 4 سنوات. شويه هو يطلع ليه هادشي هذا كامل في راسو وقرر يشونجي المحتوى، يعني يبدل المحتوى اللي كيدير. سنه 2021 ايمن قلب المحتوى ولا كيدير 6 قصص بحال القصه ديال القاتل صاحب النجمه الخماسيه اللي كان عنده تما في القناه ديالو واللي كان داير بوم، وكان هضر حتى على حميدو الديب وزيد. المهم خونا تخصص وتقن سرد القصص بواحد الجوده وواحد الكاليتي اللي طالعه بزاف، وكان لقى واحد النجاح اللي كبير. شويه عاوتاني هو يقلب المحتوى ولا كيدير داكشي ديال الافلام الوثائقيه ومحتوى وثائقي ولقى نجاح كبير وتفرقوا المشاهدات، حيت الطريقه اللي كان كيسرد بها ايمن كانت واعره، والطريقه ديال التقديم ديالو والتصوير كانت واحد الكاليتي اللي طالعه بزاف فايته القنوات المعروفه من حيث الجوده والتصوير. خونا ما غاديش يحبس هنا ولا غادي يوقف هنا، بالعكس مشى حتى لروسيا باش يصور واحد الفيلم وثائقي على اكثر من طاقم مشعه في العالم، وكان دار فيديو حتى على كتامه وشنو فيها، وراكم عارفين كتامه شنو فيها، انها كتامه اللي صور فيها الشغل كامل كيفاش كيتقاد ويتصاوب والانواع ديال التلصيقه اللي كاينه اللي كتقاد المجاج المواليه. وبالرجوله ايمن كان كيحط واحد الكاليتي ديال الفيديوهات اللي هاربه بزاف، وحتى من الطريقه ديال الالقاء كانت واعره. من موراها ايمن كان حط شي فيديوهات على الاحصنه والتراث المغربي والثقافه وداكشي، ولقى نجاح كبير حتى هو. حتى لواحد النهار ايمن مالو ما نعرف فين مشى الله اعلم، لاشين يوتيوب ديالو تمسحات مالا شنو وقع شنو طرا، كاع الاسئله هادو ولاو كيسولوهم الناس وكاع المتابعين ديالو. ويلي ايمن شحال هو كيصور شحال كيضرب تماره جا مسح القناه، علاش وكيفاش وشنو الاسباب؟ غير هاد الاسئله هادي كان كيطرحوا هاد الناس هادو كاملين، وشكون اللي غادي يجاوب على هاد الاسئله الله اعلم. بالرقم ما تقشع فين هو ايمن الله اعلم. وزيد عليها الغبره اللي كان غبر ايمن ماشي غبره عاديه، غبره نيت، راه ماشي سيمانه ولا جوج ولا 3 ولا 4، ترى شهور يمكن واقيلا شي عام. حتى لواحد النهار ايمن ولا بان والاشين ديالو حتى هي رجعات ولات امور بخير ولا خير. غير هاد المره السميه كانت مختلفه، كانت السميه ديال القناه ديالو جديده سميتها ايمن الهاشمي، يعني كانت باللغه العربيه الفصحى. واش تعجبنا السميه هذه وعلاش خونا بدلها؟ شنو الاسباب اللي خلاتو يبدلها؟ فهاد القناه هذه ايمن ولا كيحط مواضيع اللي عندها علاقه بالدين وداك الشيء ديال الاسلام والجنه والنار وابونا ادم وكل حاجه عندها علاقه بالدين. حط شي 5 الفيديوهات واقيلا ويدز واحد المده قليله غير شي 3 شهور هو يمسح ديك الفيديوهات كاملين بيهم. علاش عاوتاني شنو واقع؟ هاد الاسئله هادو كاملين كيطرحوهم باقي حتى شي واحد ما قدر يلقى الجواب لهذا الشيء اللي طاري. ايمن غبر واحد الغبره عاوتاني لواحد المده اللي طويله وكلشي ولا كيسول مال ايمن وشنو وقع ليه، اش طاري ليه ومالو غبر عاوتاني. هنا بنادم ولا كيقول يمكن خونا عيا وطلع ليه هادشي هذا كامل في الراس، هادشي ديال اليوتيوب واللعيبات، وبغى يسالي منه ويعيش الحياه ديالو هاني سعيد مرتاح فيك. السيد دار العاقه من اليوتيوب صافي، دار اللي دا وكلا اللي كلا وخبع اللي خبع صافي قرر يعيش حياته. حتى غادي تجي المفاجاه ديال ايمن كان في واحد الحاله اللي يرتلها ما يتقبلهاش العقل وكان عيان مسكين، وهذا الشيء اللي خلى المغاربه مشوكين. كان كيبان بحال هزيتي ايمن وحطيتي ايمن واحد اخر، وهذا الشيء هذا كان داير بوم في المغرب كامل في ساعات قليله، والوالدين ديالو ساقوا ليه الخبر حتى هما ومشاو
مشاو لعندو هزوه جابوه باش يشوفوا الحاله ديالو ويداويوه. حتى هو مسكن كانوا في واحد الحاله لا حول ولا قوه الا بالله. وحتى المغاربه تاثروا بهذا الشيء اللي طرا ليه. المهمه ديالو مسكينه طلبت من الناس كاملين يمسحوا الفيديوهات ديالو هو في ديك الحاله هذه. وحتى من امير رغيب خرج بواحد التصريح كيقولوا كيطلب من الناس يمسحوا كاع الفيديوهات ديال خونا هو في ديك الحاله هذيك، حيت كانت واحد الحاله اللي خايبه ويمكن تاثر على والديه. انسان يحط راسو في بلاصتو والله يحسن له والو الجامع. هاكو سمعوا امير رغيب شنو قال. بالنسبه للحاله النفسيه ديال الاخ ايمن، راه الاخ رجع للعائله ديالو، الله يجازيكم بخير. سوبريميو هذاك الشيء، لان راه الام ديالو كتعذب ملي كتشوف هذوك الفيديوهات. وانتم عارفين ملي كتنتشر، ملي تكون ضجه تتولي فيما تحل الفيسبوك ولا تحل الفيديو ولا تحل اليوتيوب، تيبقاو يطلعوا لك هذوك الفيديوهات. الله يجازيكم بخير. ديروا هذيك السيده بحال امكم ولا ديروا ديك العائله بحال عائلتكم. راه هذيك العائله كتعذب بسبب هذوك الفيديوهات. نتمنى من الله انه الناس اللي بارطاجاو الفيديو ديال هذاك السيد اولا ديال السي ايمن يسوبريميو هذيك لا فيديو، والله يجازيكم بخير. ودابا من بعد ما تشاف ايمن سيمباي وجاب الله التيسير، راه حط واحد الفيديو جديد في القناه ديالو اللي قال فيه باللي كاع داكشي اللي كان كيدير ماشي حقيقي وغير مفبرك، يعني غير كان كيزيد شويه ديال الاصوات من راسو وشويه ديال اللعيبات باش ياتيري المشاهدين ويخليهم يتفرجوا في الفيديوهات ديالو بلي داكشي كامل غير كذب والله اعلم. وقال لك بلي داكشي اللي كان طرا ليه ما كان عنده حتى شي علاقه بداكشي اللي كان كيدير، بلي هو كان مرض بحال اي واحد يقدر يمرض ولا يدوز من شي مرحله ديال ستريس اللي خايبه كيف ما داز منها هويا. وهاكو سمعوا الخوت شنو قال ايمن سيمباي. وخلاص هادشي كامل الخوت هو انه اي واحد يقدر يطرى ليه شي بلان اللي يبدل ليه الحياه ديالو نحو الاسوء او الافضل. اي واحد يقدر يمرض ويمكن يولي يتشافى الا حنا قدرنا نعاونوه وما نبقاوش كنوركوا ليه على نفس الجرح باش ما يوليش يتحل. حنايا غير في الدنيا دار العيوب والله يخرجنا منها سالمين معافين اقل الاضرار، وبلي الانسان خصو يعاون خو المسلم ماشي العكس. واللي اي واحد يقدر يطرى ليه هذا البلان اللي كان طرا لخونا ايمن السيمباي. والحمد لله ملي خونا ايمن تعافى ولا على خير وبخير. والله يعافي الجميع ويهدينا كأمة مسلمة نتعاونوا مع بعضياتنا وشي كيدفع شي والله يجيب التيسير. المهم الخوت كان معكم خوكم محمد، لايك وشير، فرقعوا داك الكومونتير، خدنا خونا فرقعوا ديك البطونه، ديك البطونه حمراء تولي بيضاء. وشكرا بزاف للدعم ديالكم. يلا نشوفكم شي فيديو جديد ان شاء الله. كان معكم خوكم محمد، يلا تهلاو بيس.